السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ونلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال إن شاء الله. مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غنهضروا فيها على الحفل ديال الصلح بين سعاد ويسرى، نقول عليها الدسرة اوكي، بين سعاد والدسرة. قبل ما نبدا في التفاصيل تاع الفيديو نعطيكم نناقش المهم الفيديو اللي حطت العاقة وبعض الحيثيات، وغنناقشوا اكيد الامور اللي تناقشات في خانه التعليقات في قناه اسره ملعونه. قبل ما نبدا في التفاصيل بغيت لي اول مره كيشوف القناه ديال جوهره ورزازيه يشترك عندي في القناه، فعلوا متى زر الجرس باش توصلوا كل جديد، ديروا جيم لا فيديو بارطاجيوها على اوسع نطاق ممكن، لي كومونتير دائما محلولين. نتمنى انكم تبارطاجيو معنا الاراء ديالكم، الافكار ديالكم والاقتراحات ديالكم وكذلك الملاحظات ديالكم. نتمنى تشاهدوا الفيديو من البدايه حتى النهايه، واذا نسيت شي نقطه دازت في الفيديو ما شرتش ليها نتمنى حتى نتوما تعاونوني في لي كومونتير وناقشوا معايا الاراء ديالكم والحوايج اللي بانت لكم مهمه تناقشوا ما ناقشتهاش. اول حاجه غنهضروا عليها هي واخيرا غنديروا الحفله ديال الصلح. امتى؟ اكيد حتى شهر 11 فاش طالع الادسنس، طالع الار بي ام والسي بي ام. امتى؟ حتى بدات حمله بونضيف. امتى؟ حتى بدات الحمله ديال الناس ولا ضد الناس اللي كيشجعوا على العقوق. امتى؟ حتى بداو لي كولابوراسيون كيتطرحوا، ولكن العائق كيكون هو العقوق. العاقه خرجت اليوم كتقول لكم لاحقا ما حقا حتى حد ما فرض عليا هذا الصلح، صالحت لوجه الله، سمحت لوجه الله. ما عمرني ما شفت انا شي ولد ولا بنت كيقول صافي راه سمحت لوالديا. راه انت اللي خاصك تطلبي السماحه من امك، انت ادرى. عرفتي هذا العالم كامل يوتيوبي، هذا العالم كامل، هذا العالم سواء اللي في اليوتيوب سواء المتتبعين سواء اي واحد، كلهم انت ادرى فينا كاملين، سواء منتقدين ولا متفرجين متتبعين ولا اصحاب قنوات، الناس اللي متبعين قصتك من الاول. انت الوحيده الادرى، الوحيده اللي قلت انت الوحيده الادرى بانك خاصك انت اللي غتطلعي الشان لامك. اوكي غتلوميها انها شوهاتك، واخا كتقولي هاد الهضره في الخاص كتقولي ان امك شوهاتك، لكن كتكرهي الاب ديالك لان باك هو سبب الشوهه ديالك، سبب التعاسه ديالك. خاصك باش تطلعي ما كان شوفي ما غنشجعكش انك تطلعي، بصراحه تقدري ديريها شي نهار طلعي ولا تقولي لا باق وتفرق غير رمانه اون بلان بوبليك كيف ما تفرق عتينا المحارم، وتقولي لا فعلا هادشي اللي كاين وهذا شكون مغتصب. يا ريت ماذا بينا حنا تخرجوا تقول لنا شكون مغتصب، لكن الا كان باك فعلا وحشمانه انك تطلعي وتقولي اون بلان بوبليك راه هو، سيري السلطات بينك وبينهم، فرقعي الرمانه تما. اكيد عارفه بلي الصدى ديال الخبر غيوصل لليوتيوب، مي كوميم ما طلعتيش تشويه وتفضحي قدام الناس. غنرجع نقول لك بلي انت ادرى بلي راه امك بريئه براءه يوسف او العفو من دم يوسف. علاش؟ لانك انت عارفه وادرى ان امك باغا تعرف شكون المغتصب، او بالاحرى باغاك انت تقري اون بلان بوبليك شكون هو المغتصب. كانت شاكه انه هو فعلا باك، جات اختها والمساعده اكدوا لها المسائل وقالوا لها بلي فعلا هادشي اللي كاين. حتى هي كانت كتشوف شي امور اللي بصراحه ما كانش ديالها تخرج تقولهم، مي فقدنا السيطره كاملين في ديك البيريود. كنا كاملين باغيين اي واحد ولا اي وحده شافت شي حاجه ولا شاف شي حاجه يخرج يقولها، باش حتى حنا نجمعوا المعلومات ويتجمع عندنا الدوسي ويتكتمل عندنا الملف باش تبان لينا الصوره واضحه. خرجت سعاد هضرات على الامور اللي كانت كتشوفها والكيلو تحتاكم وداك وبيت الناس وكتمشي ديال بلاصتو داكشي ديك الامور كامله فعلا غلطات فيهم. لكن العاقه ما خصهاش تقول لا راه سمحت لماما، خاصها هي تطلب السماحه من امها. علاش؟ لان ما حافظتش على راسها. اوكي تم التغرير بها وهي قاصره وهي باقا طفله، اوكي تما غتعترف للام ديالها. ما بغاش تعترف في اليوتيوب، تعترف بينها وبين امها، ماما شنو قال لي سمحي لي ما حافظتش على راسي، او لا سمحي لي خبيت عليك، او لا سمحي لي ما قدرتش نقول لك، او لا سمحي لي شوهت لك، ولا شنو كنقول هذيك حمرت لك وجهك، سويت لك وجهك قدام الناس. ما حافظتش على راسي وما يعني بزاف الامور خاصها تقولهم العاقه بينها وبين نفسها اولا، عاد بينها وبين امها. الا ما بغاتش تخرج لليوتيوب وتقولها راه خاصها دير اعتراف صريح بينها وبين راسها، خاصها تقنع راسها. دابا هي بعقده الالك تخليك تعاني منها،
خلات هذيك العقدة أنها تيق بلي راها ضحية الأم والأب. ضحية الأم فعلًا من واحد الناحية لأنها ما كتعطيهمش الحنان، راه جوج الأمهات في هاد المغرب هذا إلا ما خفتش نقول العالم كامل، جوج الأمهات اللي كيخدموا كيكون الهَم ديالهم أنهم يوفروا الماديات لوليداتهم، من المأكل، الملبس، المسكن وكذلك القراية، يعني راكم عارفين التدريس والتطبيب، يعني داك الشي كامل اللي كيخص الأب هو اللي يوفّرو. بعض الأمهات اللي عندهم واحد الغريزة ديال أنهم يوفروا كلشي لوليداتهم وما يشوفوش ولادهم مخصوصين حتى شي حاجة، ما يشوفوش ولاد الناس عايشين بخير وهما مخصوصين، كيكونوا دائمًا هازين الهم من هاد الكوتي هذا، وكينساو الجانب الأهم اللي هو الحنان والعطف، وتجلسي مع بنتك وتطبطبي عليها وتعرفي أسرارها وشنو كتعيش في القراية ديالها ولا في المدرسة ولا في بلاصة التوايع ولا في الزنقة ولا حتى في الدار. يعني سعاد ماشي غير هي اللي كتلام في هذا الجانب هذا، لا بليبار ديال الامهات اللي خدامين. شوفوا راه فعلا كاينين بعض الامهات خدامين، واخا خدامين برا كيدخلوا للدار كيديروا شغل الدار وكيعطيو وقت وليداتهم وكيطبطبوا عليهم وعارفين الاسرار الصغيره والكبيره ديال وليداتهم سواء كانوا ذكور ولا اناث. لكن ما نكذبوش اننا كنشوفوا فئه كبيره من الامهات، انا شخصيا كنشوف الا ما قلتش العائله غنقول الجيران غنقول المعارف، أن الأم كتكون خدامة ما يمكنش أنها تسمع بنتها كتعاني وكتمشي تشكي لصحاباتها وهادي وأمها آخر من يعلم. أمها ما كتعرفش لا البنت واش مصاحبة لا واش خارجة لا واش ما غنهضروش على الماكلة، ولكن كنهضروا على الجانب العاطفي أكثر، لأن البنات ماشي غير البنات حتى الدراري كيبغيو واحد المتابعة تكون يومية. جيتي من خدمتك درتي شغالك وداك الشيء، عطي واحد نص ساعة لوليداتك، اجي نتي كيفاش دوزتي نهارك، ياك ما قلقك شي واحد في المدرسة، ياك ما قلقك شي حد بليطو في المدرسة، ياك ما دارلك شي حاجة، لي بروف ياك نتي معاهم مزيانين معاك ولا هذا. المهم ضروري هاد الأسئلة هذه راه رسالة للأمهات والآباء، سورتو هادو اللي خدامين حتى اللي ما خدامينش. كنشوفوا حتى الأم في الدار كيسحب لها راسها غير إلا وفرات لهم الفطور الغداء العشاء صبنات لهم بقات الدار صافي راه كتقوم بالواجب ديالها كأم. لا، خاصك ضروري تشدي بنتك المهم في أي وقت في النهار، ماشي بالضرورة بالليل وماشي بالضرورة نص ساعة ولا ساعة، المهم واخا غير 5 دقايق، غير 5 دقايق تخلي بنتك تقرلك بأي حاجة طرات ليها في النهار. غتسوليها بنتي كيفاش داز نهارك في المدرسة، كيفاش البنات صحاباتك ياك ما لقيا معاهم مشكل في شي حاجة، ياك ما كيتنمر عليك شي حد. وهذا السؤال هذا كيخلي البيبي عفوا كيخلي البنت ولا الولد يتحفز انه يعني كتحلي ليه واحد الباب باش انه يلوح فيك داك الشيء، داك المكبوتات اللي كيخبيهم، داك الشيء اللي كتمشي تعاودهم لصاحبتها ولا كتجلس مع مات صاحبتها هكا كتعاود لهم. كتلقاو دابا اغلب البنات كيعاودوا لموات صحاباتهم ما كيعاودوش لمواتهم. دويني تاني في هذه. شوفوا راه ما غنلوموش غير سعاد، راه الظاهره ديال سعاد وولادها راه كاينه بارتو، اما مشينا في المغرب اما مشينا في العالم كنلقاو البنات كيشكيو على ماوات صحاباتهم وما هي ما عارفاش صرايرها، ما عارفاش واش تنتفات في الليسي ولا في الكوليج ولا شي حاجه، حتى كيجيو اخبارها عند الجيران. كتكون هي دايزه للحانوت ولا غادا للحمام ولا كتلاقى مع شي وحده في الحمام ولا في السوق ولا شي حاجه، كتقول لها بنتك داك النهار اويلي اييه. اولا بنات الا كنت كذبت في هذه يعني المتتبعات الحبيبات، هاد النقطة بالضبط بغيتكم تشاركوا معايا في التعاليق واش عندي الحق. خرجت بزاف على الموضوع لكن حنا في نفس السياق، حنا في نفس الدوامة. إلا كان المهم هاد القضية ديال الأمهات ماشي ما مصالحينش، وإنما ما عندهمش داك الجانب العاطفي 100%. خاصك تطبطب على بنتك ولا ولدك صافي كيبدا يفهم الهضره وهذا صافي كتبعدي عليك، ما كيبقاش هو شاد التليفون في القنت وانتي شاده التليكوموند في قنت اخرى ولا العكس. ما فهمتش انا الامهات هادو. وي فعلا هاد الجينيراسيون القديمه اللي ما عندهمش داك الحس ديال انهم يجلسوا مع ولادهم تيت وياخذوا منهم مش معلومات وانما آه، بحال كشف اسرار ولا المهم يخويو عليهم قلبهم، مهم يعاملوا ولادهم كانهم صحابهم ماشي ولادهم. واكيد هنا كنأكد على واحد المساله، الا جات بنتك مثلا تشكي لك ما تعاتبيش داك العتاب ولا النقد البناء ولا هذا ما يكونش في ديك اللحظه، ما يكونش. خلي بنتك تفرغ داك الشيء اللي في قلبها، خليها تهضر تعبر تاخذ راحتها كانها كتهضر مع شي صاحبتها، تسالي وتشوفي بطريقه اللي خدي يعني بطريقه اللي ترضيك
وهضر ديال البنت يعني غتوصل ليها واحد الميساج بطريقة اللي زوينة وما تخليهاش تندم حيت عاودت لك، وما تخليهاش المرة الجاية ما تجيش عندك وتعاود لك، حيت كاين بعض الأمهات وهذا الشيء اللي متأكدة وديجا قلتها لكم اللي خلى العاقة تبدا الهضرة لما سعاد جات قالت لها ماما راه وقع ليا مشكل ما بقاتش بنت، تما فين بدات سعاد كضرب وتنتف في خاضها وتقول لها ويلي هذا، وبدات يلاه تبدا في داك السيناريو ديال الشوهه وشكون وهذا وتبدا تغوت. العاقة شافت ما تصدمات بديك الرياكسيون اللي دارت، تما فين تراجعت قالت لها ما كنضحك معاك ويلي ماما هي برانك ويلي ماما كنضحك معاك وي ما كاين والو الحمد لله. انا بقى ديك الساعه صراحه فاش غلطات سعاد ما هزاتهاش تير بلاص ديها للخبره وتشوف بنتها شنو بها، وتما فين تعاود ليها شنو كاين وتعرف شكون المغتصب وشكون اللي كيتعدى عليها شاك جوغ. المهم هذا هو المشكل اللي كان وقع في سميتو، وهذا المشكل كنعانيو منه، ماشي كنعانيو انما كتعاني منه الامه. هادشي اش كنقول لكم، الامهات اغلب الامهات ما غنحددش واش مغربيات ولا، المهم امهات اي وحده ولات اغلبهم كتجي البنت عندها ولا ولدها يشكي لي، سورتو البنات كتجي عند امها كتشكي لها كتبدا تنتف في راسها وتضرب في خدها وتجرف حناكها ويلي ما تاويلي كتولول تما حتى كتندم البنت علاش جات حلت لها قلبها، حتى كتقول كون خليت داكشي مسدود احسن من انني نسمع هادشي كامل. بعد على الموضوع نرجع للصلح، هاد الصلح اللي مصلحه. تلمي على الصوره ديالها قالت لكم سمحت لماما راه انت خاصك تطلبي منها السماح. سعاد دارت الوليمه على اساس انك صالحتي معاها، سمحتي لها لانها شوهاتك، ولكن انت خاصك تطلبي منها السماحه لانك انت في الاصل اللي شوهتيها، انت في الاصل اللي سودتي وجهها لانك ما حافظتيش على راسك. اوكي نهضروا اولا نمشيو في داك السياق ديال انك كنتي صغيره وتقرر بك، اقل حاجه كنتي تقدري ديري وتعالجي بها الموقف وانك تعترفي ما تبقايش متستره على الفاعل، قولي شكون اللي دار. المهم اخواني اخواتي، هاد الحفله هادي اللي كتوجدها سعده ولا بالاحرى اليوم بالليل حاليا غيكونوا طلبات تما عندها في الدار والسلكه. المهم كيديروا واحد الاجواء ديال الاحتفال، يعني اجواء احتفاليه بالصلح. كلشي كيتسائل على سعاد ما صوراتش وعلاش العاقه ما صورتش مع سعاد في الفيديو ديال غدا، اكيد غتبان لكم سعاد في القناه ديال العاقه كونوا على يقين. كذلك سعاد من بعد غتخرج ودير لكم لايف بانها راه وجدت كلشي، وهذا فعلا هاد التحضيرات هادو ما فصحتش عليهم سعاد من البدايه، لان العاقه منعتها من انها تقول قالت لها خليها تكون سسبانس باللي خرجوا القنوات يحطوا هاد الشيء هضروا وكشفوا على هذا الامر هذا. تما فين ناضت العاقه قالت بلاتي اش ندير ما ندير مع ولاد العاقه، جرجر لبسكا في كاميرا صورت فعلا مونتات، لكن اش قالت ما نحطوش دابا خليه بلاتي غدا بعدو كنتغدي اليوم غير راني هكا وهكا. المهم اليوم انا راه ما درت شي حاجه غير انها هضرت في الدار بينات دوك الطوارئ اللي تقادوا تما وبينات المهم الودا وواحد ردة الفعل اللي كلشي لاحظها فاش كانت كتهضر على المساعده، وهذا دغيا بدلت لها الموضوع باش انها ما تغمقش وما تتعمقش الجدة في الموضوع ديال المساعده وداكشي. المهم تفكرات داكشي اللي كاين ريداتها ودغيا بدلت الموضوع. فبلا ما زدت انا نطول عليكم، انتظارا الفيديو ديال غدا اللي غيكون فيه الحماس اللي كلشي كينتظروا ان سعاد تجمع بنتها في فيديو واحد في قناه وحده في. المهم كلشي بغينا نشوفوهم اونصومبل. واكيد ان العاقه حطت لكم واحد المساله قالت لكم شحال هادي يعني في هاد الايام الاخيره قالت لكم ما تسناوش مني نعنق ونبوس وهادي وداك المهم داك اللقاء اللي غيكون مثير وهذا غتشوفوا. يعني قالت لهم ما ترياجيوش على الرياكسيون ديالي مع الام ديالي وعلى التصرفات ديالي مع الام ديالي، يعني تكون عاديه وبارده حكم ان القلب باقي مقصح وهذا الصلح هذا بداية خير. المهم شوفوا نتمنوا الخير قدام، وبلا ما نزيد نطول عليكم حتى انا ما تبخلوش عليا باللايكات والبارطاج. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله، وباقي اللي باقي ما اشتركش يشترك في القناه. وبسلام عليكم.